أهلا بيكم. كتير من اللي بيبدأوا يتعلموا ألماني بيتلخبطوا جدا إزاي يقولوا أنا حاسس. الموضوع ده النهاردة هنبسطه خالص، وهنعرف الفرق بين الطريقتين اللي بنعبر بيهم عن إحساسنا. يلا بينا نبدأ على طول. طيب، أول حاجة لازم نعرفها هي السؤال نفسه. لو عايزين نسأل حد أكبر مننا أو حد منعرفوش عن حاله يعني بشكل رسمي، بنقول Wie fühlen Sie sich؟ لكن لو بنكلم حد من أصحابنا السؤال بيبقى Wie fühlst du dich؟ الاتنين ليهم نفس المعنى، حاسس بإيه أو عامل إيه، بس الفرق كله في درجة الرسمي. وهنا بقى النقطة اللي بتلخبط ناس كتير. في اللغة الألمانية في فعلين مختلفين عشان نعبر عن كلمة أشعر، بس ما تقلقوش خالص، في الشرح ده هنوضح الفرق بينهم بطريقة بسيطة جدا عشان الموضوع ما يتكررش تاني أبدا. السر كله في حاجة واحدة بسيطة. هل الإحساس ده إحساس داخلي يعني حاجة جواك زي الفرح أو التعب، ولا هو إحساس خارجي يعني حاجة حاسس بيها على جسمك من بره زي إنك حاسس بحرارة الشمس أو بالهواء؟ خلينا نشوف مع بعض. بصوا، الموضوع فعلا بسيط. لما بنتكلم عن مشاعرنا اللي جوانا يعني حالتنا النفسية أو مزاجنا، بنستخدم الفعل اللي معاه زش اللي هو زش فيون. لكن لو بنوصف إحساس مادي، حاجة لمسنها بجلدنا، بنستخدم فيون من غير الزش. الفرق كله في الكلمة الصغيرة دي. خلينا ناخد مثال عشان الصورة توضح أكتر. لو حد عايز يقول إنه حاسس إنه كويس ومبسوط، هيقول Ich fühle mich gut. هنا هو بيوصف شعور داخلي، يعني حالته المعنوية كويسة. وعشان كده لازم نستخدم مش اللي هي تصريف زش مع الضمير إش. طيب شوفوا المثال ده بقى عشان نقارن. هنا بنقول Ich fühle die Sonne، معناها أنا حاسس بالشمس، يعني حاسس بحرارتها على جلدي. ده إحساس خارجي بحت، عشان كده شلنا ميخ خالص واستخدمنا فيولن لوحدها. شايفين الفرق؟ بسيط بس مهم قوي. طيب عشان نتأكد إن المعلومة دي ثبتت في دماغنا، تعالوا نطبق نفس القاعدة دي على كلمة جديدة ومهمة جدا بنستخدمها كتير في كلامنا اليومي. الكلمة بتاعتنا هي شفاخ، والنطق الصح بتاعها هو شفاخ. كلمة شفاخ معناها ضعيف أو حاسس بوهن أو تعب. تمام. طيب لو عايز أقول إني حاسس بضعف أو تعب، تفتكروا هقولها إزاي؟ بالظبط كده، Ich fühle mich schwach. ليه بقى؟ لأن الإحساس بالضعف ده شعور داخلي، مش حاجة لمسنها من بره. وحاجة دايما بتساعد قوي في حفظ الكلمات الجديدة هي إننا نعرف عكسها. عكس كلمة شفاخ هو شتارك اللي معناها قوي. يبقى كده معانا كلمتين مهمين عكس بعض، شفاخ يعني ضعيف، وشتارك يعني قوي. سهلة مش كده؟ تمام قوي. لحد دلوقتي بقى معانا الفعل الصح ومعانا الصفة المناسبة. إيه رأيكم بقى نركب كل ده مع بعض في جملة كاملة ومفيدة عشان نوصف الموقف كله على بعضه؟ الموضوع بيمشي خطوة خطوة. أول حاجة بنقول إحنا حاسين بإيه، Ich fühle mich schwach. تاني حاجة بنضيف السبب، وهنا بنستخدم كلمة denn اللي هي معناها لأن، فبنكمل الجملة ونقول denn mein Rücken tut weh، يعني لأن ظهري بيوجعني. يلا نقولها كلها مرة واحدة. Ich fühle mich schwach denn mein Rücken tut weh. جملة سليمة ومعناها كامل. ممتاز. قبل ما نخلص تعالوا نراجع بسرعة على أهم النقط اللي طلعنا بيها من شرح النهاردة عشان نتأكد إنها وضحت تماماً. الخلاصة كلها في 3 نقط بسيطة. رقم 1، سيش فيورن بنستخدمها لما نوصف إحساسنا الداخلي زي إني كويس أو تعبان. رقم 2، فيورن من غير أي إضافات بنستخدمها لما نكون حاسين بحاجة مادية من بره زي الشمس أو الهواء. ورقم 3، كلمة شفاخ معناها ضعيف وعكسها شتاك يعني قوي. بس كده. وطبعاً زي أي حاجة في تعلم اللغات، الموضوع كله محتاج ممارسة. كل ما نستخدم القاعدة دي أكتر، كل ما هتبقى أسهل وتلقائية أكتر. لو الشرح ده كان مفيد، ياريت تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان توصلكم كل الشروحات الجديدة أول بأول. أشوفكم المرة اللي جاية.